جاوب على السؤال ده. ايه بقى؟ كنت نايم والله يا سيدي اول بتاع فاهم. انا سعيد فراج صحفي موقع وجريدة. عايز بس اسال فكره مسرح مصر اللي هو يبقى عرض كل اسبوع، هل هتاثر على فكره ان المسرح التقليدي اللي هو العرض بتاعه بيستمر لسنه او 2 او 3 او 8 ممكن تقضي على الفكره دي نهائي ولا ايه؟ ايه السؤال؟ لا مش هتأثر. ايه بقى؟ والله اجابه مش صح جدا. هتأثر لأن المسرح احنا بص الزمن اتغير. دلوقتي الزمن بقى سريع فلازم تعمل مسرحية سريعة عشان تبقى ماشي مع الزمن. لو عملتها طويلة هتبقى انت قديم زمان. انا ليا تعليق. عرفت المعاناه اللي انا بعانيها حضرتك. طب انا ليا بقى تعليق، يعني المشاهد او المتفرج اللي هيدخل يقطع تذكره مسرح طبيعي ان هو يشوف عرض كل اسبوع، هيفضله ان هو يشوف عرض بيتعرض بقاله 2 أو 3 او كده، هيفضل ده عن ده. لا بقول لك على حاجة، ما احنا لينا التجربة مع نفسنا، يعني اللي حابب يجي هنا يجي، يعني يجي التجربة دي يجي، لو مش حابب يروح في حتة تانية. يعني هي التجربة هنا مسرحية كل اسبوع. هو حابب كده يجي فاهم، مش حابب يروح مسرحية بتقعد كل 10 سنين. انا قصدي وجهة نظري ان المشاهد او المتفرج هيفضل اللي هو عرض كل انت اسبوع. بتكلم مين؟ ودي كان نهايه فرقه مسرح مصر. انت قصدك يعني ان هو هيبطل يروح المسرحيات اللي بتقعد سنين طويلة ويجي هنا؟ بالظبط كده. يبقى احنا الحمد لله نجحنا ان احنا بطلناهم يروحوا مسرحيات طويلة.